الخدمات الضرورية. الأمر الثالث العام بيتعلق في قضية المساهمة التصاعدية ديفرنسياليتي في موضوع تعليم، وهذا ينطبق كمان على الخدمات الاجتماعية. لا يعقل أن تحدد نفس نسبة المشاركة الحكومية في خدمة إكس أيا كانت في الناصري وفي صافيون نفس الشيء، في الناصري وفي راحة وصافيون نفس الشيء. صار بحدي غير اتصاب حنوف قبل ما يوافقوا غير اتصاب حنوف شيء اسمه سلة خدمات تعليم. يجب أن يتم تعريف سلة خدمات تعليم يستحقها كل طالب من راحة لراس الناقورة، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي للمدينة، وبغض النظر عن ميزانيات ومصادر تمويل السلطة المحلية. هذا موضوع يجب أن يكون موضوع مطلق، مش إذا في بلد فقيرة طلابها لازم يضلوا في أوضاع متدنية وتكريس الفقر اجتماعي وخدمات التربية والتعليم اللي حسب القانون هي خدمات حكومية. هناك اتفاقات مع السلطات المحلية تاريخية على انه يكون في هناك نسبة معينة تشارك فيها السلطة المحلية. موجودين اعضاء الكنيسة في وحدة في النزول لانتخابات الكنيسة، كل حزب يقعدوا مع بعض يا عمي، والشارع اذا انتم بتنزلوا مع بعض الوسط العربي رايح يكسب فوق الاربع خمس مقاعد، وهذا مطلب مش مني شخصي، انا قاعد بسمعه من الناس وبتامل انه تدرسوه بشكل جدي، واحنا داعمينكم ان شاء الله مع بعض. بارك الله فيك.